السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بجماهير الكرة الجزائرية في كل أنحاء العالم. هدايا الأرجنتين والنمسا تحسم تأهل الجزائر لدور ال 32 من بطولة كأس العالم. تحليل فرص تأهل المنتخب الجزائري بالتفصيل. لايك على الفيديو، شير للفيديو، شرفني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا ندخل مباشرة في التفاصيل بتاعتنا. طبعا كلنا على انتظار، على أحر من الجمر، منتظرين مباراة الجزائر والأردن. محدش هينام. أنا شخصيا نومي كله اتلخبط بسبب مباريات المونديال، سواء مباريات الجزائر أو مباريات مصر. فانتظرونا إن شاء الله بعد مباراة الأردن، هنعمل فيديو للتاريخ ونحتفل بتأهل الجزائر رسميا بعد فوز الجزائر. ولكن مباراة الأرجنتين والنمسا مباراة مؤثرة جدا، وتأثيرها على فرص المنتخبات في المجموعة تأثير كبير. لايك، شير، ويلا بينا ندخل في التفاصيل بتاعتنا مباشرة علشان وقت حضرتك. طبعا في حالة فوز النمسا على الأرجنتين، وده طبعا احتمال بعيد جدا جدا جدا، يعني احتمال بعيد انه منتخب النمسا يفوز على منتخب الأرجنتين. لكن في حالة فوز منتخب النمسا على منتخب الأرجنتين، ساعتها هيكون في فرصة لبعض المنتخبات ان هي تستفيد من هذا الفوز. النمسا لما تفوز على الأرجنتين هتتصدر وتبقى هي 6 نقاط، تمام، والأرجنتين هتفضل زي ما هي 3 نقاط. يعني فوز الجزائر على الأردن في المباراة القادمة اللي هو غدا، صباح غد بإذن الله، هيخلي الجزائر 3 نقاط تتساوى مع الأرجنتين في عدد النقاط، تمام. يبقى فوز النمسا على الأرجنتين سوف يجعل ترتيب المجموعة كالتالي: النمسا في الصدارة، ثم الأرجنتين في الوصافة، ثم مع فوز المنتخب الجزائري على الأردن سوف يتنافس مع المنتخب الأرجنتيني. لكن طبعا الأرجنتين كسبت الجزائر، فبالمواجهات المباشرة الأرجنتين سوف تحتل المركز الثاني، والجزائر سوف تحتل المركز الثالث، وهي معها 3 نقاط أو 3 نقاط، تمام. وطبعا منتخب الأردن سوف يظل في القاع بعد خسارته من منتخب الجزائر، تمام. الاحتمال ده بعيد جدا، لأن فكرة أن منتخب النمسا يفوز على الأرجنتين ممكن تحصل لو معهمش ليونيل ميسي. لو معهمش لاعب زي ليونيل ميسي ممكن نعتبر أنه الأرجنتين ممكن تخسر من النمسا. لكن ليونيل ميسي موجود، ليونيل ميسي هيلعب طبقا لآخر الأخبار. حتى الآن مفيش أي إيقاف لميسي بسبب الفضيحة بتاعة مباراة الجزائر، وهيلعب ويكمل المونديال عادي جدا، عادي جدا. ما هو صديق إنفانتينو، طبيعي إن هو يكمل المونديال. ده الاحتمال الأول معنا. تعال نروح للاحتمال الثاني فيما يتعلق بتعادل المنتخبين. تعادل مين ومين؟ تعادل المنتخب الأرجنتيني مع منتخب النمسا بأي نتيجة كانت، تعادل وخلاص. ساعتها في حالة التعادل منتخب النمسا سوف يقفز للنقطة الرابعة، ومنتخب الأرجنتين سوف يقفز للنقطة الرابعة، تمام. والمواجهات المباشرة بينهم هي مواجهة واحدة وخلصت بالتعادل. يبقى اللي هيحسم ما بينهم في الصدارة الأرجنتين والنمسا عدد الأهداف، عدد الأهداف. طيب النمسا عندها عدد أهداف إيه؟ لو بصينا للجدول هنجد إن النمسا عندها فرق 2، تمام، إنما الأرجنتين عندها فرق 3. فالصدارة هتكون للأرجنتين، والنمسا هتكون في الوصافة بفرق الأهداف مش بالمواجهات المباشرة، لأن المواجهات المباشرة فيها تعادل، تمام. المواجهة المباشرة ما بينهم في هذه الحالة هي التعادل، تمام. منتخب النمسا في الوصافة بفرق الأهداف، ومنتخب الجزائر لما يفوز سوف يصل النقطة الثالثة، ويكون في المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف اللي هو النمسا وعن المتصدر اللي هو الأرجنتين. وده احتمال لا أحبذه ولا أفضله بأي حال من الأحوال. لا أحبذ هذا الاحتمال إطلاقا، إنه يحصل تعادل بين الأرجنتين والنمسا. لا، تمام، لأن ده هيخدم المنتخبين، هيخدم الأرجنتين وهيخدم النمسا. بعض الناس تقول لك التعادل ده كويس عشان يدي مساحة للمنتخبات التانية إنها تنافس. لا خالص، أنا ما عنديش مشكلة إن المركز الأول يكون محجوز لمنتخب الأرجنتين،
ما عنديش مشكلة أنا شخصيا إن المركز الأول يكون محجوز لمنتخب الأرجنتين، برضو إحنا بنتكلم بعقلانية. منتخب الأرجنتين هو الأقوى في المجموعة، فإذا أردت الصعود فانظر للمركز الثاني، وانظر في الحسبة الأخيرة لأفضل توالد. أفضل توالد، وأفضل توالد دي طبعا سوف تقاس بعدد النقاط. عدد النقاط هو اللي هيحسم الحدوتة دي كلها طبعا، وبرضه فرق الأهداف وكل الكلام ده في حسبة أفضل توالد. لكن لماذا نحتاج أصلا لحسبة أفضل توالد؟ ليه ندخل نفسنا في المعضلة دي؟ ليه ندخل نفسنا في الصداع ده؟ تمام. انا افضل ان احنا نلعب على المركز الثاني، نلعب على الوصافه. لذلك تعادل الارجنتين والنمسا في هذا الاحتمال سوف يحرم الجزائر من المركز الثاني حتى لو فازت على الاردن، لان هيبقى معاها 3 نقاط، وكل من الارجنتين والنمسا هيكون معاهم 4 نقاط. 4 نقاط بعد تعادل وفوز كل منتخب في الماتشين بتوعهم. تمام. ده بالنسبه للاحتمال الاول والثاني. تعال نروح بقى للاحتمال الثالث، وهو الاقرب لقلبي. هو الأقرب لقلبي، وهو الأقرب منطقيا لمصلحة المنتخب الجزائري، وهو خسارة النمسا أمام الأرجنتين. فوز الأرجنتين على النمسا. فوز الأرجنتين على النمسا سوف يخدم منتخب الجزائر خدمة كبيرة جدا جدا جدا، لأن فوز الأرجنتين سوف يجعلها تغرد وحيدة في الصدارة ب6 نقاط، والنمسا بالأهداف اللي هتتسجل فيها فرق الأهداف بتاعها هينزل من 2، من +2 ل0 أو -1 أو -2. تمام. وفوز الجزائر على الأردن هيدينا 3 نقاط، فنتساوى مع منتخب النمسا. نتساوى مع منتخب النمسا في عدد النقاط، لأن النمسا خسرت من الأرجنتين. تمام. فلما نتساوى مع منتخب النمسا في عدد النقاط هننظر للمواجهات المباشرة، والمواجهات المباشرة لسه ما اتعملتش، لسه الجزائر لم تقابل النمسا بعد، فسوف ننظر مباشرة إلى فرق الأهداف. ففوز الجزائر على الأردن وخسارة النمسا من الأرجنتين سوف يرجح كفة دخول المنتخب الجزائري للمركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب النمسا. تمام. وهو الاحتمال الأقرب ان المنتخب الارجنتيني يصعق منتخب النمسا، خصوصا في وجود ليونيل ميسي. زي ما قلنا يعني ليونيل ميسي لو غاب ممكن نقول ان الموضوع يروح في حتة تانية، بس هو هيلعب. هو اللاعب الاكثر حسما والاكثر تأثيرا في المنتخب الارجنتيني، والارجنتين بدون ليونيل ميسي مش هتعرف تعمل حاجة في المونديال كله من الاخر يعني. طيب، بما انه الاحتمال الاقرب ان الارجنتين تفوز على النمسا، ده اللي هنثبته مع بعض ونشوف هيحصل ايه. فلما الارجنتين تفوز على النمسا تتصدر النمسا تتنافس على الوصافه، تجد انه الجزائر بعد فوزها على الاردن ب2 أو 3 سرقت الوصافه من منتخب النمسا، وبقيت المباراه الاخيره والجوله الاخيره ما بين منتخب الجزائر ومنتخب النمسا، وهذه هي المواجهه الحاسمه، لانه بنسبه 100% الارجنتين هتفوز على الاردن. بنسبة 100% الأرجنتين سوف تسعق الأردن، أيا كانت حظوظ الأردن، وأيا كانت دوافع الأردن. تمام. وأيا كانت دوافع الأرجنتين برضو بعد ضمان التأهل، الأرجنتين هتكسب الأردن. تمام. فتأتي هنا الجولة الأخيرة دي اللي هتخلي المنافسة في منتهى الشراسة ما بين من ومن، بين الجزائر والنمسا. تمام. المواجهة الأخيرة أنت في المواجهة دي مش بس هتحسم المركز الثاني، لا، انت هتحسم اشياء كثيرة. يعني اولا انت هترد اعتبارك بفوزين متتاليين في كأس العالم. تمام. هتضمن طبعا المركز الثاني، لان انت مش بس هتضمنه بالمواجهات المباشرة، لا، هتضمنه كذلك بالايه، هتضمنه بفكرة ان انت معاك نقاط زيادة، هيبقى معاك 6 نقاط لما تفوز على الاردن وتفوز على النمسا. طب في حالة ان الجزائر في المباراة الأخيرة تعادلت مع النمسا، ساعتها هننظر إلى فرق الأهداف ثم الأهداف المسجلة وكل الكلام ده. ممكن نذهب إلى اللاعب النظيف والبطاقات الصفراء وكل الكلام ده، لأنه أنت تعادلت معاه في المواجهات المباشرة، فهتشوف بعد كده فرق الأهداف والكلام ده، وتمشي بقى في السياق بتاع الفيفا. فاللي عايز أقوله إنه مباراة الأردن دي بالنسبة للجزائر مباراة حياة أو موت، لازم تفكر فيها إن أنت تكسب. بادئ ذي بدء تفكر ان انت تكسب امام الاردن. تمام. لانه منتخب النمسا هيخسر من الارجنتين،
منتخب النمسا هيخسر من الأرجنتين، وده الاحتمال الأقرب. طبعًا كرة القدم فيها كل شيء، لكن إحنا بنتكلم على الورق دلوقتي بشكل واقعي، توقعات. منطقيًا منتخب النمسا يخسر من الأرجنتين، فلمّا يخسر منتخب النمسا من الأرجنتين هيلاعبك آخر مباراة حياة أو موت بدوافع إيه؟ البحث عن الوصافة علشان يضمن التأهل للأدوار الإقصائية ودور ال32 وهو وصيف، وحتى لا يدخل في حسبة أفضل توالد، لأن الحسبة دي معقدة جدًا وكل المنتخبات هتكون بتنافس فيها بنقاط ومستويات عالية. بس ده اللي عايز أقوله، إنه منتخب الأرجنتين مع منتخب النمسا النهارده، المباراة دي سوف تحمل هدايا كثيرة جدًا للمنتخب الجزائري بإذن الله، وسوف نرى ما سوف تؤول إليه هذه المباراة، وبعد المباراة إن شاء الله معانا تحليلات تانية وكلام تاني عن حظوظ المنتخب الجزائري في التأهل لإقصائيات المونديال. وطبعًا أكون مبسوط جدًا وأنا أتلقى من الجزائريين مباركات بشأن صعود المنتخب المصري إلى الأدوار الإقصائية برضو بعد فوزه على نيوزيلندا 3-1 من امبارح، والرسائل يعني المعايدات والناس بتبارك لي والمباركات بسبب انه منتخب مصر تأهل. شكرا لكم جميعا على هذه المباركات، وبإذن الله سوف نبارك لكم التأهل في صباح الغد بعد الفوز على الأردن، لأن الفوز على الأردن خطوة كبيرة جدا للتأهل للإقصائيات، وخسارة أو تعادل في مباراة الأردن سوف يصعب الأمور كثيرا جدا على منتخب الجزائر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لايك على الفيديو، شير الفيديو، شرفني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.